السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد وفلوق جديد كنت معكم هنايا بهذا البريد ديال اتي كنشحر فيه. شحرت ويلا لو خليته تاخد جالس تما كيشد فراسو مزيان وكيطلق. درت هنايا سخنت هاد البغريرات اللي صيفطهم البارح في الليل وكنت دهنتهم بالزبده والعسل مزيان. كيعجبني هكا البغرير يكون مدهون مزيان، ومع ذلك واخا دهنتو راجلي في نوضني قال لي نوضي زيديني عاود الزبده والعسل وزدتو. هو كيبغي البغرير يكون يعني مفزق مزيان، شارب مزيان ديك الزبيده والعسل. وهنايا دهنت داك الطبيزير راه عاودت مسحتو ليه نبيتو باش ما تنمروش عليا. وبدينا كنفطرو يا لالا بديك الكيكه الغزاله، حتى هي داكشي كامل صايبتو في الليل باش يكون عندي موجود الصباح غير نوض نسخن هكا. فهمتي يكون عندي الوقت. الدراري ما بغاوش اتاي، قالك لا بغينا السيرياليس، نت حتى هما حطيتو ليهم كل واحد كندير ليه خاطرو. ايوا هذا هو فطرنا البنات. صراحه الله جا زوين داك البغرير، شوفوا غير اللون ديالو راه صفر كيحمق بالسميده. ومن بعد ما جمعت الدار وهذا هنايا صيبت الخبز، شوفوا كيجي غزال غزال البنات. شوفوا الطريقه ما كاين ما نشكر لكم. المهم الخبز ديالي واعر لا يعلى عليه. شكرت راسها الخبز صراحه الله يعطيه الصحه وصافي. درت خبيزات هنايا للغدا باش نتغداو. وبطبيعة الحال هنايا دايره ليهم البيصاره اليوم ديال البيصر، قلتها ليهم البيصره اليوم. هنايا ما درتش فيه العطريه لا حتى شي حاجه، درت هذيك البيصاره الشماليه اللي كنكونوا في العرايش اللي هكا في يمة البرد. هي هذيك كندير غير الفول والثومه ومليحه، هما اللي كنديرو. كنسلق هادشي كامل كيبقى في الماء، وهو ملي كيبدا يغلي بديك الكشكوشه كنحيدها ليه، كيبدا يطلع في الكشكوشه كنبقى هكا مره مره كنصفي. ايوا صافي خليته هنا حتى طابت مزيان وطحنتها، خليتها دفات وطحنت هذيك البيصاره. هذاك الفول هذاك طحنته مزيان وزدت عليه زويته بلديه والكمون، هذا ما كاين. تقدروا تزيدوا، مهم راني حاطه ديجا بيصاره اخرى ولكن دايره فيها شويه العطريه، دايره فيها ما عقلتش عليها، ولكن راها كاينه في القناه في فيديوهات القدام. هنايا انا خليتها طبيعيه بحال هكا، ولكن حنا كتعجبنا تكون شويه خفيفه ثقيله ما نشربوهاش ما نبغيوهاش. ايوا درت مع هذوك البيضات عاود بزيت العود، مع كان الجو شويه بارد والشتا وهذا درت لهم البيصاره جات غزاله صراحه الله. وخصوصا الا كليتوها بدوك الطويجنات هذوك الطويجنات ديال الشمال تكون رائعه. انا ما عنديش، درت ليه غير هكا زيت الزيتون والكمون. اللي كيبغي الفلفل الحار يقدر يضيفها غزاله. هنايا البنات نشارك معكم السامبير درتو كيف ما دائما كندير واحد الطريقه زوينه. انا ما كنديرش داك السامبير العادي اللي ما فيهش القوام، هنايا كنسمو بالمذاق ديال الشباكيه. كيجي رائع صراحه الله لذيذ. وديك العجينه شوفوا كيفاش كنلعب بها كيف ما بغيت، بلا ما تبقى تقطع بزاف ولا شي حاجه. هي واخا لا تقطعت واحد شويه راه ما غيوقع فيها والو حيت غادي نلويوها من بعد. ولكن شوفوا كتعطيوني الطوعه، ديك العجينه كتعطيني الطوع وغزاله الصراحه الله. هكا الخدمه ديالها زوينه. ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم المقادير. هنايا كان خاصني ضروري نديرها شحال هذا، ودائما كنقول اليوم غدا نديرها اليوم غدا نديرها. اليوم عاد كتاب ليها هنايا كراني كنسمن هكا كنورق في دوك الرغيفات وكنخبي فيهم هكا غير شويه الزيت، غير كندهن يدي غير بشويه وصافي وكنغطي فيها تنكمل ديك الكميه كامله. وكندوز كنلويهم. هنا راه مشاركتش معكم الفيديو كامل، ما غنصورش لكم كلشي. المهم كملت ديك الكميه كامله ديال دوك الرغيفات ودزت سديتهم هكا لويتهم وسديتهم بالطحين. نفضل انا الطحين، ما نبغيش ندير البيض. حلوة البيض ملي كنبداو نقليو كيدير ديك الكشكوشه وديك الرغوه وما كيعجبنيش، كنسد غير بالطحين هكا. هو سديته معاود وهنايا كنقطع فيهم بالمقص الحجم اللي بغيتو. انا كيعجبوني هكا يكونوا شويه كبار، الا بغيتو ديروهم صغار من هكا ديروهم على حسب الرغبه. ايوا هنايا كنقطعهم يا لالا. تقدروا كذلك تحتفظوا بهم في المجمد. فانا شحال هذا في رمضان كنت مع كنصايب الشباكي وهذا بكميه كبيره، وكنت كنحتفظ بهم بحال هكا يعني غير كنقطعهم تنديرهم في واحد البواطه وكنديرهم في المجمد حتى الساعه اللي نبغيهم. مثلا تسالى لي الشباكيه وكنجبدهم وكنقليهم كيجيو زوينين بحال يلا مصايبين. هو المهم داكشي اللي درت هنايا بديت كنقلي وكنوجد هذوك اللي شاطوا ليا حيت ما كنرميهمش حتى هما كنقليهم ونعسلهم ونحطهم هكا مع اتاي ولا شي حاجه هكا للدراري. هذه هي الطريقه. المهم خاصهم يتعسلوا مزيان البنات، وان شاء الله راهم كيجيو غزالين خطيرين في البن بحال الشباكيه.
نوري لكم الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا ديال السنطير. جات غزاله غزاله بزاف صراحه الله، هشيشه وفيه واحد القرمشه زوينه وما شاء الله ريحت ليه كميه وفيره. شوفوا هذا البلاطو هذا راه ثقيل، راه فيه بزاف وشاربه العسل، كتجي زوينه ولذيذه. غير نسموها هكا بالقوام ديال الشباك، يديروا فيها شويه شويه من القوام ديال الشباك، راه كتجي زوينه الصراحه الله. هي هذه جات على هذا الشكل هذا. درت ليها جنجلان محمر، انا كيعجبني ندير جنجلان نفند هكا بجنجلان. اللوز ايفيلي ولا مهرمش ما كيعجبنيش هكا مع العسل مع التفنات ديال الشباكيه ولا الحلوه هذه، يعني في المعسلات ما كيعجبنيش. الجنجلان كيبقى يعطيها واحد المذاق وكيعطيها وكيبقى مقرمش فيها واخا طول عندك، ماشي بحال اللوز دغيا كيتولي فيه ديك الرطوبه هكا. المهم هذا هو الشكل النهائي والنهايه ديال الفيديو، وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج ان شاء الله. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو قادم.